السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. أنا إيهاب الغرباوي، وفي الفيديو ده هتكلم معاك عن العقل الباطن. مهم جدا إنك تبقى عارف إن في مجموعة من الحاجات اللي بتحصل معاك بشكل يومي عقلك غير قادر على استيعابها، وأنت شخصيا مش فاهم هي بتحصل معاك ليه. علشان كده في الفيديو ده هكلمك عن حاجات بتحصل معاك بشكل يومي وأنت مش قادر تفهمها. خليني أثبت لك بالدليل دلوقتي إن عقلك الباطن مسيطر سيطرة كاملة عليك، وكمان هثبت لك بالتجربة العملية دلوقتي، وانت اللي هتعمل التجربة دي. بكل بساطة كده حاول تفكر في طريقة تنفسك. انت ازاي بتعمل عملية التنفس؟ ازاي بتنظم الانفاس اللي حضرتك بتستنشقها؟ حاول دلوقتي كده تحاول تركز ازاي بتستنشق الانفاس دي، وانك تعمل لها عملية ترتيب. بالفعل هيحصل معاك مشكلة كبيرة جدا دلوقتي حالا لو انت عملت التمرين ده، وهو ان هيحصل لك اختناق مؤقت في عمليه التنفس. لو بالفعل دلوقتي حصل لك اختناق مؤقت وما قدرتش تاخد نفسك، فده اللي انا بتكلمك عنه دلوقتي، ودي لعبه واستراتيجيه من استراتيجيات العقل الباطن. وعلشان تعرف هو ايه اللي حصل بالظبط لازم تكمل الفيديو، لان هقول لك على سر كمان خطير وكمان تجربه ولعبه مهمه جدا في نهايه الفيديو. اهلا بيك من جديد. في البداية خليني أسألك سؤال مهم جدا، ودايما السؤال ده أنا بطرحه وبسأله في كل الدورات التدريبية اللي أنا بقدمها للجمهور. السؤال ده هو: هل أنت اللي بتتحكم في عقلك الباطن، ولا عقلك الباطن هو اللي بيتحكم فيك؟ من المتحكم في الآخر ومن المسيطر في الآخر؟ طيب لو مش عارف الإجابة فأحب أقول لك إن أنت صح. هو فعلا الموضوع معقد إلى حد كبير، ولكن إن شاء الله في الفيديو ده أنا هحل لك الموضوع وهبسطه لك بشكل سهل وسلس جدا. وكمان هقول لك على الاسرار الكتير اللي من خلالها تقدر تعمل عمليه اخضاع لعقلك الباطن وتوجهه انه يساعدك في حل جميع مشكلاتك، وانه يساعدك كمان على النجاح والتميز. طيب هي الفكره هنا فين؟ الفكره ان العقل الباطن ده ليه مجموعه من الاليات والانظمه المرتبه والغير مرتبه، واللي بالفعل الاليات والانظمه دي هتساعدك في حاجات كتير جدا، وانك توصل لاهداف كتير وكمان تحقق انجازات في وقت قياسي. ولكن هنا بقى المفاجأة الكبيرة، هو انك انت شخصيا اللي صنعت الآليات والأنظمة دي. انت السبب في تكوين الآليات والمنظومة والطريقة اللي بيشتغل بيها عقلك الباطن. طيب يعني ايه الكلام ده؟ وهل انا بالفعل اللي بتحكم في عقلي وبوجهه، ولا عقلي هو اللي بيتحكم فيا وبيوجهني؟ وده سؤال مهم جدا، لازم يكون عندك المعرفة بالإجابة بيه. ما تقلقش خالص، هجاوبك على السؤال ده وهفهمك حاجات كتير جدا عن العقل الباطن. ولكن مهم جدا قبل ما افهمك حاجات عن العقل الباطن وازاي بيشتغل واليات عمله، مهم لازم تعرف ايه هو العقل الباطن. احنا سمعنا كتير كلام من السوشيال ميديا ومن البرامج التدريبية ان في حاجة اسمه العقل الباطن وفي حاجة اسمه العقل الواعي والعقل اللاواعي. ولكن هل انت بالفعل عندك المعرفة الكاملة بالعقل الباطن ده، وازاي بيقدر يشتغل، وازاي تقدر انك تعمل له عمليه اخضاع علشان تقدر توجهه في الاتجاه او في المسار اللي انت محدده او اللي انت عايزه؟ فاسمح لي دلوقتي كده اشرح لك شرح بسيط ومفسر عن العقل الباطن وكيفيه تكوينه وكيفيه ادائه وكيفيه عمله. ولكن في البدايه خلينا نبدا كده من البدايه. البدايه في الدماغ، الكتله اللي فوق دي. الدماغ دي فيها ايه؟ الدماغ دي فيها من جوه المخ. المخ ده فيه فص ايمن وفيه فص ايسر. الفص الايمن دلوقتي وانت بتشوفني هيكون على ايدك الشمال تقريبا، والفص الايسر العكس. طيب من منظوري انا، فالفص الايمن بالنسبه لي اللي هو الجزء ده بيتحكم في اداء وفي وظائف النصف الايسر من الجسد. يعني ايه؟ يعني النص الايمن من الفص ده، الفص الايمن من المخ، بيتحكم في النصف الايسر من حركات جسمي، والعكس صحيح. الفص الايسر بيتحكم في النصف الايمن من حركات جسمي. طيب ده كده الايه؟ ده كده المخ. طيب العقل بقى، العقل ده فيه حاجتين: في عقل واعي وفي عقل لا واعي. العقل الواعي اللي احنا بنسمع عنه، اللي احنا مدركين بيه الاشياء. حضرتك لما بتشوف حاجه وبتعرف ايه هي، فده اسمه العقل الواعي. اما العقل الباطن فده المسؤول عن ايه بقى؟ عن ذكرياتك، عن ردود افعالك السابقه، عن المواقف اللي حصلت معاك قبل كده، عن التجارب الايجابيه والسلبيه في حياتك، عن مواقف الانتصار، عن مواقف القوه، عن مواضع الضعف في كل حاجه في شخصيتك.
موجوده فين؟ موجوده في عقلك الباطن او في عقلك اللاواعي، الارشيف، المخزن، الهاردوير. كويس ان احنا قلنا الهاردوير علشان هنا هقول لك معلومه مهمه جدا. عقلك الباطن ده بيتبرمج ازاي؟ بكل سلاسه، بعيدا بقى عن كتب برمجه العقل الباطن والبرمجه اللغويه العصبيه وكل الكتب المعقده اللي محدش هيقدر يفهمها بسهوله. هبسط لك الموضوع بشكل اسهل من كده. عقلك الباطن ده نموذج ومثال زي الهاردوير، الهارد الخارجي، الاكسترنال هارد. الهارد ده حضرتك اول ما بتشتريه بيبقى فاضي، ما عليهوش اي داتا. حضرتك بتبدا تدخل له معطيات، تدخل له بيانات. البيانات دي انت اللي بتحددها، هل هي حاجات ايجابيه او حاجات سلبيه، هل هي معلومات علميه او اغاني او برامج او فيديوز او اي حاجه. مين المسؤول عن ادخال المعلومات دي؟ حضرتك. فبالتالي الهارد دخلت عليه المعلومات فبقى خلاص عليه المعلومات. نفس الفكره بالظبط بالنسبه للعقل الباطن، هو هاردوير حضرتك بتدخل عليه كل المعطيات. فحضرتك ازاي ممكن تطلب منه حاجه انت ما دخلتهالوش ويطلعها لك؟ كمان بيوصل بيك المرحله انك ممكن تضغط عليه، فانت بتضغط عليه يطلع لك المعلومه ولكن حضرتك اصلا في البدايه ما قدمتهاش، ولو قدمتها فحضرتك ما فايلتهاش. يعني ايه؟ يعني ما حطيتهاش في فولدر سهل انك تجيب منه المعلومه. مثال ابسط من كده، حضرتك دخلت المعلومات في الهاردوير ولكن البيانات كلها داخله في بعضها. فحضرتك لما هتدخل مثلا على اللابتوب بتاعك او على البي سي عشان تجيب فولدر معين، لو انت مش عارف مكان الفولدر ده اكيد هتستغرق وقت اطول من لو انت عارف مكانه فين، صح كده؟ فبالتالي عقلك الباطن هو نفس الفكره دي بالظبط. طيب ازاي بقى احط المعلومات او اعمل عمليه ادخال صحيحه للمعلومات؟ ده ان شاء الله هنتكلم عليه في الفيديو اللي جاي ويخص العقل الباطن، لان فعلا الموضوع ده مهم وكبير. وانا ان شاء الله هعمل فيديو تاني عن العقل الباطن وده هيكون هو الفيديو الاول. فاحنا كده عرفنا ان في الدماغ دي فيها مخ فص ايمن وفص ايسر. الفص الايمن متحكم في حركه الجزء الايسر من الجسد، والفص الايسر متحكم في حركه النصف الايمن من الجسد. وعرفنا ان في عقل واعي وان في عقل لا واعي، وان العقل الواعي ده هو الارشيف والهاردوير اللي حضرتك بتدخل عليه كل المعطيات اللي حضرتك محتاجها، سواء كانت خبرات في حياتك او مواقف ايجابيه او معلومات علميه، ايا كان هو ايه. طيب انت بعد ما عرفت المعلومات دي، تعالى دلوقتي كمان نعمل لعبه جميله جدا من العاب خداع العقل الباطن، ويلا بينا كده دلوقتي نجربها. حضرتك بتنزل على سلم معين، حضرتك بتمشي في الشارع في الطريق، حاول لو انت بتنزل على سلم تبص على مواضع خطى قدميك. شوف كده رجليك بتنزل ازاي على طريقة او على السلالم او على الدرج. حاول ترتب حركة رجليك على الدرج، ولكن خد بالك نصيحة مهمة جدا، حاول تكون ماسك في حاجة وانت بتعمل الموضوع ده، لانك بالفعل هيحصل لك عملية يعني كعبلة وممكن تقع، فبالتالي ممكن تتعور. فخد بالك من الموضوع ده، لانك هنا اتدخلت في آلية من آليات عمل العقل الباطن. هنا انت وقفت عمل العقل الباطن وشغلت العقل الواعي. خد بالك يا شوف احنا بنعمل ايه دلوقتي، انت وقفت عملية من عمليات العقل الباطن ودخلت دلوقتي عملية او العقل الواعي. فخد بالك انت هنا كده هيحصل معاك مشكلة، حاول تركز علشان ما يحصلكش اي اصابات. كمان عايزك تبقى فاهم حاجة مهمة جدا، وكفاية لعب كده وركز معايا كويس جدا. أنت مسؤول مسؤولية كاملة عن أفكارك التي تدخلها في عقلك الباطن أو في عقلك اللاواعي. فبالتالي الأفكار اللي حضرتك أدخلتها دي هتطلع لك معطيات نفس الأفكار، مش هتجيب لك أفكار من بره، مش هتجيب لك معطيات من بره، لأنك أنت بالتحديد اللي أدخلت المعطيات والأفكار والمعلومات دي. أنا آسف ولكن المشكلة هنا فيك أنت مش في حد تاني، المشكلة معاك أنت. إن شاء الله في الفيديوز اللي جاية هكلمك كتير عن استراتيجيات عمل العقل الباطن، وكمان ان شاء الله هتلاقي في الفيديوز دي العاب لها علاقه بالخداع العقلي، وازاي توقف عمل العقل الباطن وتشغل العقل اللاواعي، وايه اللي هيحصل معاك لو عملت كده، هل هيحصل لك ضرر ولا هتكمل بشكل احسن. اتمنى ان يكون الفيديو ده عجبك واستفدت منه ولو قدر بسيط، وده شيء هيسعدني جدا. كمان علشان يوصل لك كل المحتوى اللي بنقدمه على قناه اليوتيوب من محتوى تحليل الشخصيات ولغة الجسد وعلوم التنمية الذاتية وعلوم الإدارة،
لازم ومهم جدا تشترك في القناه علشان تشجعني، وكمان تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوز اللي بنقدمها اول باول. هتلاقيني هنا على القناه كل يوم اثنين وخميس وجمعه. الاثنين والخميس بنقدم محتوى له علاقه بالتنميه الذاتيه وتطوير الذات واداره الاعمال، ويوم الجمعه ان شاء الله هقدم لك كورس الفراسه وتحليل الشخصيات. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم. صحيح نسيت اقول لك، انا ما نسيتش اجاوبك على السؤال هل انت اللي بتتحكم في عقلك الباطن ولا عقلك اللي بيتحكم فيك، ولكن هجاوبك عليه الفيديو القادم.